هذا الدجال. أقول لكم الوقت ضاق للأسف. مقالة الجعد ابن درهم التي قتل لأجلها هي عقيدة السادة الأشعرية، يعني يقول بها المالكية كلهم والشافعية كلهم، وعقيدة الماتريدية يقول بها الأحناف، وعقيدة الزيدية في اليمن، وعقيدة المعتزلة. ليست عقيدة أحمد، نعم، لكن عقيدة كل هؤلاء. قبل الله منا ومنكم. البدع التي دعا إليها الجعد بن درهم هي القول بأن القرآن مخلوق. أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا فأنكر الخلة، وأنكر أن الله كلم موسى تكليما فأنكر الكلام. أول من قال إن الله سبحانه ليس على العرش حقيقة، وأن استوى بمعنى استولى. وأصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الفلاسفة الصابئين، وقد أخذ عنه أي عن الجعد. إذا رأيت الإنسان يحب الإمام أحمد فهو إيش؟ سني، وإذا رأيته يبغضه فهو بدعي. فهم المحك، فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جنان. وهذا حقيقة. لا يبغض أولياء الله إلا أعداء الله، لا شك في هذا. أولياء الله وأعداء الله حرب، الحرب بينهم عوان دائما وأبدا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهم أهل الحديث هم المحك، من تنقصهم فهو زنديق خبيث جنان، أي خبيث قلب. إن تتهمه فقبلك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان، أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى والعلم والآثار والقرآن. إن تتهم يعني تتهم البدعي في زمنك، فإن قبلك من اتهم جنسه، ولهذا قال فقبلك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى، مثل اتهام ابن عمر للقدرية، واتهام التابعين الذين أدركوا جهم بن صفوان لجهم. فالمهم أن الرجل إذا اتهم الرجل بكراهة أهل السنة بأنه بدعي فإن هذا حق، لأن السلف الصالح اتهموا من كان على شاكلته، اتهموه بذلك. قال: وهو الحقيق بذاك إن عادى رواة الدين وهي عداوة الديان. وهو الحقيق بذاك إذ عادى رواة الدين وهي عداوة الديان. حقيق بذاك بأي شيء؟ في الخبث، حقيق بأن يكون خبيثا، لأنه عاد رواة الدين، ومعاداة رواة دين الله معاداة لله عز وجل. فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلسانه فاغسله ويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. يعني إذا ذكرت الناصحين لله وكتابه ورسوله بلسانك فاغسل لسانك من دم التعطيل والتكذيب، أي سر على منوالهم لتغسل لسانك من هذه الأوصاف القبيحة: التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. أتسبهم عدوا ولست بكفئهم فالله يفدي حزبه بالجان مغرمه. نعم.